اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله هعرفكم طريقه الكبده الاسكندراني. في بنات كتير ما بتعرفش تعملها وسهله جدا، صدقوني ما بتاخدش 3 دقايق. على فكره انا ما فصلتش الفيديو خالص، ما فصلتش عنها الكاميرا نهائي بتاعه التليفون. اول حاجه انا جبت زيت وعندي سخنته جامد وقمت نازله عندي بالكبده زي ما انتم شايفين كده. سبتها ثواني، والله انا ما فصلتش الكاميرا خالص صدقوني. 3 دقايق هتلاقيها من تحت معايا بدأت تشيل معايا كده. بوزعها عندي كده زي ما انتم شايفين، واحس ان هي احمرت من تحت هقلبها. اوعي توطي النار على الكبده عشان ما تشربش ميه معاكي. والكبده لو جايباها من عند الجزار سيبيها شويه في الفريزر تمسك نفسها وبعد كده قطعيها. ولو الجزار تكرم وقطعها لك يبقى خير وبركه. انت هتقطعيها انت في البيت، حطها في الفريزر شويه على ما تجمد وبعد كده امسكيها قطعيها. وبعد كده طبعا هي اتشمعت معايا شويه الكبده، هقلبها معاكم يمين وشمال اهيت زي ما انتم شايفين معايا. وبعد كده هنزل معاكم بالملح بتاعها والفلفل والكمون بتاعها، وعندك حبه كزبره حطيهم هيبقوا زي العسل. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. اهم حاجه بس تصلوا على النبي وتصلوا على الرسول كده عشان يملى دايما يا رب بيكم بركه. وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلك كل جديد على قناه الفيسبوك وعلى قناه اليوتيوب. كده انا هنزل معاكم بالفلفل الاخضر ده، الكمون اهوت انا نزلت بيه وهقلب معاكم برضو الكبده. بس انتوا شايفين كده اتشمعت معايا كده. انا لو قلبتها ما اخافش علامه تنهرسي معايا او ما تبقاش مفروله، لا هي كده قطعه بقطعتها حسب انا مقطعه. طبعا هرسه توم ومخرطه فلفل، عندي ده ربع كيلو فلفل اهوت نزلته عليها. وهديها برضو تقليبه بسرعه كده، وهنزل معاكم بالثوم وهحط الخل بتاعها قبل ما افصل عليها على طول. طبعا لو عندك بقى نص ليمونه تحطها عليها تبقى جميله برضو. تعملي جنبها بقى حبه مكرونه، تعملي جنبها يبقى يوم نواشف كده، لو جنبها حبه بطاطس محمره وحبه مخلل وعيش وهيبقى زي العسل. وبألف هنا يا رب اللي ياكل اي حاجه يا رب. وربنا يجعل يا رب دايما بيوتنا مليانه بالخير دايما يا رب ومعمرانه. حطي لايك اللي ما حطيتش اللايك، واشتركوا في القناه، واكتبوا لي في التعليقات بتتابعوني منين. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. وبعد كده ان شاء الله هنزل معاكم بس بالخل كده. خلاص هنزل معاكم دي طبعا الملح بتاعها اهو ملحتها بالمره وكده خلاص، ما عادش بس حبه الملح هحطهم لها كده وخلاص. واللي عندها افكار اكل جديده تقول لنا عليها، وان شاء الله نعملها مع بعض وننزلها على القناه. عيالي انيفين جدا في الاكل، من عيالها مزهقينها في الاكل كده زي عيالي. اكتبوا لي ان شاء الله هشوف تعليقاتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. ومع السلامه ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.